شو الأكل اليوم يا حج؟ رح نعمل أكلة للي نباتيين ما بيحبوش اللحوم. وأكلة هذه على زمن أجدادنا كانوا يعملوها، كبة حيلة حمرا اسمها. وهي هذا مكوناتها حوالينا كلياتهم، تفرجوا عليها. هوري بدها كمية من البصل. كمية بصل وزيت زيتون، طبعا مش زيت نباتي، زيت زيتون بد. وإذا بعد بحبوا الزيتات طيبين ويجي. بحبحوهم للزيتات. ايه. البصلة رايحة على النار، بدنا ندبلها لتصير تصفر. لا ده مثل بقلة البندورة حمار. بدها تحمر مثل المجدرة يعني. لا مش مثل المجدرة، مثل بقلة البندورة. مثل بقة البندورة مش مثل المجدرة. ايه. تكون. ايه. حط عليها البندورة. بندورة مطحونة، بس نحن لأنه كنا حاطينهم بالثلاجة متلجين بعدهم. حطيهم ليبلشوا يغلوا، نرجع بنزيد تعقد البندورة. بتعقد البندورة. مصات بنقشر بنبلن، وتاني يوم بنقشرهن وبنغسلن طبعا، وبنحطن بالطنجرة وبنسلقن، بس يستوى بنقيمن، حطن مسلوقين ومستويين. هذا حمص مفقوش يعني لازم حمص يكون مفقوش، منشال قشره. ايه. هلا بعد ما عقدت البندورة ضفنا الحمصات اللي عليهم، نرجع نتركهم ليغلوا، بس يغلوا بنرجع نضيف فوقهم العجين. عجينة الكبة الحيلة هولي صرايصيرة بنقيمها من البرغل نعمل، بتبقى أطيب من العجين على الحل. العجين على الحل بتبقى هيك تعلس بالحل، هيك أطيب. هول السريسيرة اللي هن البرغل الناعم، أنعم من الناعم بيجي، يعني لما بنجرش القمح بيطلع الخشن والناعم، بس ينخلو بيطلع هيدا اسمه سريسيرة. هلا حبة ملح حسب الرغبة، وهولي شوية طحين. نحط شوي شوي مي احسن ما يطلعوا رخوين كتير معانا، بقاش فينا نكترهم، بنكونوا جامدين شوي. عادي مي مش ضروري تكون كتير لأنه ما فيها خميرة أصلا هي العجين. هون جديدة هيك مش رخوة، هسه بعد على الصريصيرة بتشتد أكتر. لقيتوها جديدة بترجعوا نقطة مي على إيدكم بتطروها فيه. يلا شوية طحين بوش يلزقوا بعض. مش ضروري تعملوها فرد نهار، كل يوم فيكن تعملوا شغلة منها، وبلا الأخت تجهز بتطبخوه تلاجة خليه. يعني بنقدر نجهز العجين ونحطها ايه. بالثلاجة. ايه. والحمصات فيكن تفقشوهم تسلقوهم تحطوهم بالتلاجة. هلا شو حتعملي لنا الوصفة اللي جاي؟ شو بتؤمروا حاضرين؟ هلا رجعوا يغلوا معانا، هلا نبلش نضيف العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي وبنحركه. ملح حسب الرغبة، مثل ما بتحبوا انتوا بتحطوا ملح. والصلاة على النبي. نتركهم يغلوا. خلينا عقدوا هلا هن والعجينة بتستوي. العجينة إذا ما استوتش بتنفخ، خليها تستوي أطيب. يلا.
صحتين وعافية على قلب اللي بدهم ياكلوه. هيدي أكلتنا.